حكاية أم ست اللي تعتبر أغرب من الخيال وبيسموها عاشقة الفرعون. قوم اعمل لك كوباية شاي وتعالى أقول لك قصة دورثي إيدي. سنة 1904 اتولدت بنت جميلة اسمها دورثي. أبوها وأمها أصلهم أيرلندي. كانت عايشة حياة عادية جدا لحد لما في مرة كانت بتلعب ووقعت من على السلم جالها غيبوبة. الدكتور قال دي ماتت، جهزوا إجراءات الدفن على ما أروح أخلص الورق وأرجع لكم تاني. على ما رجع مبقاش مصدق نفسه من صدمة أبوها وأمها. البنت فاقت وبقت كويسة جدا، بس بدأت تقول كلام غريب. بقت تقول ايه بقى؟ انا عايز ارجع بيتي. ما يا بنتي ده بيتي. وبقت ترد بعصبيه لا مش ده. وبدات تدي اوصاف غريبه لبيت فيه عواميد طويله جدا وجنبه في جنينه. وبعد ما فات سنه على الحادثه قرر ابوها يوديها في رحله للمتحف البريطاني. والبنت اول لما شافت التماثيل الفرعونيه اتجننت وبدات تلف حوالين التماثيل وتوطي تبوس رجلهم وتقول هم دول اهلي وهو ده بيتي. ابوها خدها من ايديها وجري على البيت عشان كان تقريبا هيتحبس وهو مش فاهم ايه بيجرى اصلا. ولما تمت 10 سنين قابلت عالم اثار مشهور جدا اسمه السير بادج، واللي لاحظ حبها الجامد جدا للاثار المصريه. يسكت؟ لا، قال البنت ديت انا هعلمها هيروغليفي وتطوع مني كمان. وكانت النتيجه غريبه جدا، البنت اتعلمت بسرعه جدا وده اللي خلاه يستغرب. بنت اللذينه بتقول ايه بقى؟ انا بفتكر بس اللي اتعلمته قبل كده. لسه مصره انها جايه من زمن الفراعنه. وبدات تقول كمان انها جزء من بلاط الملك الفرعوني سيتي الاول. سيتي الاول ابو رمسيس الثاني لو ما تعرفش. كبرت دورثي واتعرفت على شاب مصري وحبته جدا وقت دراستها. ما المصري معروف في الغربه بقوته وجبروته. وسنه 1933 هتزور مصر مع جوزها، وبتقول انها اول لما وصلت مينا بورسعيد نزلت على الارض وقعدت تبوسها وقعدت تعيط من كتر ما هي مش مصدقه نفسها. بعدها بكام شهر يجي لجوزها عرض في الخليج ما يتفوتش، وكانوا ساعتها خلفوا ابن سموه ستي. وبدا جوزها يقنعها تسافر معاه يعملوا قرشين في الخليج ونرجع نبني لنا بيت على حته الارض بتاعتنا. وهي عظيم بيمين ما انا سايبه مصر. وفضلوا كده كتير لحد لما اتطلقوا. نيجي بقى للحلم بتاع دورثي. الحلم بتاعها ايه بقى؟ جالها الاله حرع وقال لها انت بنت مصريه وان ابوها وامها على قد حالهم. وبعد مده امها ماتت وابوها ما قدرش يتحمل تربيتها فوهبها المعبد ابيدوس علشان تشتغل كاهنه في خدمه الاله. وكبرت البنت وبقت كاهنه من كاهنات المعبد. انت طبعا مش مصدقني بس كمل معايا الاغرب، فاستناني الفيديو اللي جاي هقول لك قصتها.